فوز مهم جدا للنادي الاهلي على القطن الكاميروني في الكاميرون. فوز اهم من ان الاهلي يصعد من دوري المجموعات. الفوز دون بالنسبه للاهلي اهم من انه يصعد لدوري المجموعات، عشان خاطر قفل ابقاء كتير من بروستانت الاهلي اللي هم معارضين النادي الاهلي، اللي هم اساسا اهلاويه، اللي هم اساسا لحم كتافهم من خير النادي الاهلي، وهتكلم عليهم بالتفصيل. خلصت. الاهلي يقدر انه يقفل اي بق يتصيد له الاخطاء. فوز الاهلي النهارده على القطن الكاميروني في الكاميرون قفل اي بق بيتصيد له الاخطاء. رضا عبد العال، مصطفى يونس، جمال عبد الحميد، خالد الغندور، والبلتوزر مجدي عبد الغني، كلهم الى بالنسبه للنادي الاهلي العظيم يقدر انه يقفل الابقاء اللي هي بتتكلم على النادي الاهلي بالسوء لما يكون سيء. بيفتحوا على الرابع والخامس والسادس وال17. حسام حسن بيقول الاهلي هيتهزم من القطن الكاميروني في الكاميرون 3-0. طب ايه رايك لما الاهلي النهارده فاز 4-0 على القطن الكاميروني؟ القطن الكاميروني كان محترم الاهلي جدا جدا جدا، والاهلي كان محترم القطن الكاميروني جدا 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 فوق الوصف. عشان كده قدر يتغلب على القطن الكاميروني في الكاميرون 4-0. تعالى نشوف مين حصلت المجموعة يا خالد يا غندور. لما بتقول مجموعة صن داونز فيها حصلت المجموعة وسكت شوية، وبعد كده قلت أنا أقصد القطن الكاميروني، عشان لما يفوز النهاردة قصدك على النادي الأهلي تطلع تتكلم وتقول ده مش القطن بقى اللي هو حصلت المجموعة، ده الأهلي هو اللي حصلت المجموعة. عمر النادي الأهلي يا خالد يا غندور ما يكون حصلت مجموعته، استحالة نهائيا. ربنا يستر عليكم أمام شباب بلوزداد. ولكن كلام بروستانت الأهلي اللي هم مجدي عبد الغني، مصطفى يونس، رضا عبد العال، حسام حسن أخيرا، يعني بروستانت ربنا كشفهم لنا والحمد لله. الأهلي هو الأهلي، ولاده اللي هم المفروض يحاموا له ما حاموش له، بالعكس تصيدوا له الأخطاء. شوف كلام إكرامي بصراحة أسطورة فعلا، لما بيقول ما ينفعش لما الأهلي يكون سيء نتصيد له الأخطاء، ما ينفعش لما الشناوي يعمل مباراة مش كويسة نتصيد له الأخطاء، نتكلم عليه عشان خاطر نبني من جديد، ما نهدموش خالص. ما ينفعش ان النادي الاهلي نتكلم عليه تحت اي ظرف بكلام غير لائق، لان النادي الاهلي تاريخ كبير. النادي الاهلي النهارده خلي بالك انه يصعد كاس العالم للانديه في المغرب، حاجتين اللي صعدوه، النقط بتاعته ساعدته انه يصعد لكاس العالم، زائد انه هو وصيف، ولكن كانت البدايه النقط بتاعته هي اللي صعدته لكاس العالم. اللي ما كانش فاهمه خالد الغندور دول كان بيقول لك عشان خاطر وصيف دوري ابطال افريقيا، مش وصيف وخلاص، في نقاط الفيفا بتحسبها لاي نادي. فلذلك الاهلي هي النقاط دي اللي حسمت صعوده لكاس العالم في المغرب. النهارده بقى فرحان جدا 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 في بروستانت النادي الاهلي اللي هم خذلونا جميعا.